Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban bikum fi podcast Dardashah Sahiyah. Ma'akum Nurul Nabila binti Mak Zamri. Wa ana Nurul Ain Sofia binti Mak Jais. Fi hazil halqa sanunakishu mawdu'an muhimman jiddan wa huwa al-aklu sahiyu al-jismu nashitu. Ma'ana al-yawma daifah Nik Munazah binti Mazlan. Kaifa haluki? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bikhair, alhamdulillah. Syukran jazilan ala al-istidafah. Hasanan. Linabda'il hiwar. Kasirun minan nas yatahaddasuna anil akli sahih. Walakin la yazalu hunaka man yash'uru bil hayra. As-su'alul awal. Ma maksud al-akli sahih? Al-aklu sahih yakni tanawalu طعام متوازن ومغذي مثل الإكثار من الخضروات والفواكه وتناول البروتين كالسمك واللحم والدجاجة والتقليل من الأطعمة السكرية والدهانية والوجبات السريعة. مثير للاهتمام. إذن لماذا يعتبر الأكل الصحي مهما لأجسامنا؟ أكل الصحي يساعد الجسم على الحصول على طاقة كافية بالإضافة إلى ذلك فهو يقي من الأمراض مثل السمنة والسكري وارتفاع ضغط الدم كما يجعل الجسم أكثر نشاطا ويساعد على تركيز خاصة لدى الطلاب. إذن هل يمكنك أن تعطونا أمثلة على عادة الأكل الصحي التي يمكن ممارستها يوميا؟ نعم، بالطبع من الأمثلة تناول وجبة الإفطار قبل الذهاب إلى المدرسة أو العمل وشرب كمية كافية من الماء والتقليل من مشروبات المحلى. إضافة إلى ذلك يجب تجنب الأكل في وقت متأخر من الليل والتحكم في حجم الوجبات. ما هي أمثلة الأطعمة الصحية والمتوازنة؟ من أمثلة الأطعمة الصحية كالدجاجة واللحم والخضروات والفواكه. يمكن تناول هذه الأطعمة في وجبة الإفطار والغداء والعشاء. قبل أن نختم هذا البودكاست ما نصيحتك المختصرة للمستمعين؟ احرصوا على اتباع نظام غذائي صحي ونمط حياة نشيط للحفاظ على جسم صحي ونشيط. شكرا جزيلا. هذه مشاركة. تذكروا دائما الأكل الصحي الجسم نشيط. شكرا لكم على الاستماع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.